بسم الله بديت وعن بي صليت وبيه كلامي حليت، وليكم بهذه الحكاية جيت. لكل حكاية معناها وحكوها ناس بكري يا محلاها. جيتكم اليوم نحكيها وفي قلوبكم نخبيها، نتفكروا ناس زمان ونقولوا كان يا مكان. نكمل قصتنا أعزائي الصغار. بقرة اليتامى. توقفنا في المرة الماضية عندما أرادت زوجة الأب وأصرت عليه أن يبيع البقرة. راح الأب للسوق ومع هذيك البقرة، وكان يقول شكون يشري بقرة اليتامى ما يشوف الربح في حياته. يسمعوا الناس هذه الهضرة يخافوا واحد ما يشريها. كان يولي للدار في العشية تقول له مرته على ما بعتهاش، يقول لها واحد ما حب يشريها. كل يوم هكا حتى شكت الأم زوجة الأب بلي كاين حاجة، علاش البقرة كل يوم يديها وما تتباعش؟ وش راهو يقول وش راهو يدير في هذاك السوق؟ غدوة من ذاك لبست حوايج راجل وراحت تبعت راجلها للسوق. سمعته يقول شكون يشري بقرة اليتامى ما يشوف بالربح في حياته. شافت واحد الراجل حب يشريها بصح خايف، راحت ليه وقالت له اشريها يا خويا تلقى الربح كبير فيها. راح الراجل يشريها من عند هذاك الأب. حزن الأب بعد ما باع البقرة وقال وش راح يوكل ولاده بعد ما تباعت البقرة راس ماله. كل يوم الدراري يبقاو بلا ماكلة ومرت باباهم حرمتهم من كل شيء. واحد النهار ماتوا بالشر، راحوا لقبر يماهم يشكيو ويبكيو. خرجت نخلة من تحت الأرض سبحان الله من تحت هذاك القبر وهبطت ليهم، داو واش حبوا من التمر وكلاو حتى شبعوا. كل يوم هكا كل ما يجوعوا يروحوا لقبر يماهم ياكلوا منه ويشبعوا ويولوا. مرت باباهم شافت باللي ولادها قاعدين غير يشيانوا ويصفاروا ويكحالوا وهي ظلت توكلهم غير الحاجة المليحة، ولا ضرتها اللي حرمتهم من كل شيء قاعدين غير يزيانوا ويبيضوا. شكت فيهم وقالت لولادها تبعوهم كي يخرجوا وروحوا وين راح يروحوا وقولوا لي وش راهم يديروا وش راهم ياكلوا. كي خرجوا الاولاد برا تبعوهم اولاد هذيك المراه وراحوا يشوفوا وش راهم يديروا. كما كان الحال راحوا لحقوهم حتى القبر وصابوهم ياكلوا من النخلة، وشافوا النخلة تهبط ليهم وتاكل. تخبوا حتى وراحوا هما باش يديو التمر. النخلة قاعدة غير تطول وما حبش تعطيهم التمر. راحوا ليماهم وحكاو لها وش كاين، قالت لهم ادوا القفة ولموا كاع هذاك التمر وجيبوه للدار. كي راحوا باش يجيبوا التمر هذاك النخلة قاعدة غير تطول 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 وما حبش كاع تهبط، وكي يجوا دراري تهبط ليهم يدوا واش حبوا. راحوا ليماهم وقالوا لها. كي جا باباهم قالت له باللي ولادك راهم يدوا التمر من القبر تاع يماهم، كون كاش ما يصرى لهم ما تحصلش فيا. مال الراجل دا منشار وراح قطع هذيك النخلة. كل ما يقطعها هي تعاود تنوض ويروحوا دراري ياكلوا منها. كل يوم هكا حتى المرت باباهم قالت له باللي يا راجل روح قلعها من جذورها. ادا معاها الفاس وقطعها من جذورها، نحاها من جذورها كامل. ما عاودتش ناضت هذيك النخلة. مساكن الدراري كل يوم يروحوا ما يلقاو والو. دوك يا ناس الخير وش راح يصرف هادو الدراري بعد ما مرت باباهم جابتها موراهم وقطعت لهم النخلة وقلعتها من جذورها وما لقاوش ياكلوا؟ انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله. سلام. لا تنسوا الاشتراك أعزائي وعمل لايك وشير للقناة وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.